والله اللي كان ناقصهم شغلة وحدة بس برشلونة والله، رغم الخسارة ورغم الأداء السيء ومع الظلم التحكيمي اللي تكلمنا عنه، إلا أنه اليوم لعيبة برشلونة لو كانوا يتمتعون بهرمون التستوستيرون البترون، هرمون الرجولي، كانوا طلعوا فايزين. لاعبين حرفيا اليوم شفتهم طنطات في ارضيه الملعب، اللهم إيريك جارسيا مشان ما اظلم حدا، الباقي كله كان سيء. كان وكانه كل واحد عم يلعب مع صاحبته او عم يلعب حماته او عم يلعب خالته مرت ابوه، ولا كانه باريس سان جيرمان وحصل ما حصل في توزيع جوائز ذهبيه وفي السنوات الماضيه. ولكن في ليله الظلماء يفتقد البدر، والبدر في ليله دوري ابطال اوروبا بالنسبه لبرشلونه مع احترامي الشديد هو رافينيا. لو موجود هذا الإنسان الذي بيلعب بدم بوجدان لكان تغير شكل المباراة. يعني صاحب هرمون التستوستيرون بالدنيا كلها، يعني مو بس برشلونة والبرازيل، بالعالم كله بالرجولي. وحش. يا بتضحك مواطن.